قبل كام يوم في القاهرة الكنو قال: ها الفرح بعد بكرة، عقلتي ولا لسه؟ فكة بيأس قالت: عقلت بقى ولا ما عقلتش، ما انت هتعمل اللي في دماغك وخلاص. الكنو قرب لها بحنية وحط ايده على خدها: يا بيت وعهد الله انا بموت فيكي، هخليكي اسعد واحدة في بر مصر كله، وهتبقي ست الستات كلهم يا فكة. انت ما انتيش عارفة انت ايه عندي، انت النفس اللي بتنفسه يا بت. فكة نطرت ايده من على خدها بعنف: اوعى كده، انت لو بتحبني زي ما بتقول تسمع كلامي في اي حاجة تانية. اسمع كلامك في اي حاجة الا اني اسيب كاري يا فكة. خلاص يبقى منوش فايدة الكلام يا كنو. طب حس كده بقى، خدي دول. وادالها شوية فلوس: تنزلي انتي وبكر بكرة تجيبي اللي لازمك وتيجي، وانا هروح اجيب اوضه النوم من عند النجار. سلام يا ست ربع العدوية. الا سيب الكار واتوب قال. والله عشنا وشفنا. فكة مسكت الفلوس ورمتهم على السرير جنبها، ودفنت دماغها بين ايديها وفضلت تعيط، ومش عارفة هي هتتجوز الكنو ازاي اذا كانت من غير جواز مش مستحملاه. تاني يوم بكر اخدها ونزلوا السوق، وقبل ما يخرجوا وقفوا الكنو ووصاه: بكر، فكة ما تغيبش عن عينك لحظة، انت فاهم؟ عيب عليك يا اسطى. واخدها وراحوا السوق، وفكة ابتدت تاخد اي حاجة وتشتري من غير نفس، ومسكت فستان، والبنت البياعة قالت لها: هيكون حلو قوي عليكي، ادخلي قيسيه اكيد هيجي مقاسك. فكة وطت دماغها للارض ودخلت تقيس الفستان، وبكر فضل واقف مربع ايديه ومستنيها. وفجأة حد خبطه على كتفه، لف شاف 2 صحابه، رحب بيهم وفرح قوي: عمدة وخلة، اخباركم ايه، عاملين ايه؟ خليل قال له: احنا تمام، انت عامل ايه يا بيكا؟ فينك يا عم، محدش شايفك. اديني عايش اهو. وطلع علبة السجاير وابتدى يحيي صحابه: ايه ده يا بيكا، دي سجاير حاف يا عم، ما تنفعش معانا، خد مني دي، الماركة بتاعتها ودع اهلك، انما ايه هتخليك طاير في الهوا، اشرب ودعيلي. اداله السيجارة وشربها، وكانه اخد نفس وغمض عينيه وابتسم، وهو بهمس قال: يا حبيبي دي حاجة عالية قوي، مش قلتلك يا بيكا؟ عندك حق يا عمدة. وبص ناحية البروفة لقاها مفتوحة، رمى السيجارة بسرعة وجري، بص جواها ملقاش حد، فضل يلف في المحل وتحت البنك زي المجنون، ملقاهاش. مسك البنت اللي بتشتغل في المحل من هدومها وزعق فيها بصوته كله: البنت اللي جوه راحت فين؟ خرجت يا فندم. خرجت امتى؟ انطقي. يعني من كام دقيقة كده. بكر سابها وخرج يجري يدور عليها زي المجنون. عماد وخليل جري وراه وهم مش فاهمين حاجة وبيسألوه: مالك يا بيكا، فيك ايه؟ في مصيبة، في كارثة على دماغك، فكة هربت. عمدة قال: هربت ليه؟ وخلة قال: هو انت كنت حابسها ولا ايه؟ بكر بزعيق قال لهم: مش وقته، دوروا معايا بسرعة. وفي لحظة كل واحد من ال3 جري في ناحية وفضل يدور عليها، وبعد شوية اتقابلوا مع بعض وهم بينهجوا بتعب. وخليل قال لبكر: ملهاش أثر، دي فص ملح وداب. بكر قعد على الأرض يندب على دماغه، وبص لهم بغضب وقال لهم: الله يخرب بيوتكم، انتوا طلعتولي منين؟ قلت لي الصنف اسمه ودع اهلك يا اخويا، اهو طلع سر باتع وهودعهم، الكانو هيطير رقبتي، هرجع اقول له ايه؟ بس اقول له ايه؟ وبأعلى صوت فضل ينادي: فكة يا فكة، انت فين يا بنت الكلب، ردي. وبعد شوية روح بيكا، والكانو كان بينزل العفشة قدام الباب، وأول ما شاف بيكا جاي لوحده من بعيد قلبه وقع في رجليه، وجري ناحيته وهو بيبص يمين وشمال، وقال له بخوف: فين فكة يا بيكا؟ انت سبتها فين؟ هو فكة هربت مني. نعم، هربت منك ازاي يعني؟ ومرة واحدة مسكه وابتدى يضرب فيه من غير وعي. أما قبل ساعتين فكة خرجت من البروفة ولقت بكر باصص الناحية التانية مع أصحابه. انتهزت الفرصة اللي حست إن ربنا اداها علشان رايد لها تخلص من اللي هي فيه. اتسحبت بالراحة وخرجت من المحل من غير ما بكر يشوفها، وأخدت نفسها لما بقت في الشارع، وطلعت تجري نطت جوه تاكسي كان واقف بينزل زبون، وطلبت منه يطلع بسرعة على محطة القطر. وبمجرد ما وصل التاكسي نزلت منه بسرعة ورمت له الأجرة، ولقت قطر بيتحرك نطت جواه في ثانية واستخبت وسط الكراسي أوام. القطر سحب وخد سرعته، وفكة طلعت دماغها تبص شمال ويمين علشان تشوف لو في حد يعرفها أو تعرفه، واطمنت لما ملقتش حد. قامت وقعدت على الكرسي وسندت دماغها على الشباك وهي بتاخد نفسها بارتياح، وفضلت تتفرج على البيوت والأشجار وهي بتختفي لورا. حست إن حياتها القديمة بتختفي معاها، وإنها اتحررت من الكن والعدوي زي ما يكون عصفور محبوس واتفتح له القفص، وهتسيب وراها العيشة اللي كانت عايشاها وظلم العدوي وكار السرقة والحرام ده نهائي. فكة غمضت عينيها بابتسامة وفضلت تتخيل حياتها الجاية، بالرغم إنها مش عارفة هتروح فين ولا هتعيش إزاي،
لكن مجرد فكرة الحرية خلت الدنيا حلوت في عينيها، وفضلت كده لغاية ما راحت في النوم. ولأنها ليها كام يوم تقريبا ما بتنامش، نامت نوم عميق ما حستش بنفسها، لكنها فاقت على ايد بتتحط على كتفها. صحيت مفزوعة وبصت وراها، لقيت راجل كبير واقف والقطر كان واقف. ابتسم لها وقال: اصحي يا بنتي، وصلنا آخر محطة والقطر هيدخل المخزن بعد كده. احنا وصلنا فين يا عم الحاج؟ احنا في اسكندرية يا بنتي. فكة بفرحة: اسكندرية؟ وفي بيت شيماء وقبل شوية في التلفزيون شافوا خبر غرق العبارة اللي كان جاي فيها مامتها وباباها، وإن ده حصل الساعة 4 الفجر، وإن فرق الإنقاذ أسرعت بانتشال الناجين وجثث الضحايا اللي تم العثور عليهم، وإن جاري البحث عن الباقيين. وطلبوا إن أهل الضحايا يتوجهوا للمنطقة اللي قالوا عليها في التلفزيون لاستلام الجثث المنتشرة، وإنهم هيوافوهم بالمزيد من الأخبار أول بأول. شيماء فضلت تصرخ بعدم تصديق: لا لا، دي الباخرة اللي بابا وماما عليها، لا. وفضلت تصرخ لغاية ما اغمى عليها. وأم يوسف هي كمان فضلت تصرخ وتولول، وأهل الحارة كلهم اتلموا على صوت صريخهم وطلعوا لهم. ويوسف قلبه وقع في رجليه وطلع جري، لقى شيماء واقعة على الأرض مغمى عليها وأمه بتصرخ ومحدش فاهم حاجة. ويوسف فضل يسأل أمه بخوف: في ايه يا أما، في ايه؟ فهميني. وأمه ما كانتش قادرة ترد ولا تجاوب، لكنها شاورت له على التلفزيون وشاف التقرير وهم بينتشلوا جثث الضحايا، وعرف إنها الباخرة اللي فيها أبو شيماء وأمها. راح لشيماء وحاول يفوق فيها: شيماء، فوق يا شيماء، في ناس حية، في ناس نجت إن شاء الله، عمي ومرات عمي منهم، أنا هروح أجيبهم واجي. ها؟ شيماء ابتدت تفوق لما سمعت كلامه وتجدد الأمل من جواها: خدني معاك يا يوسف، خدني معاك. لا، انتي هتقعدي هنا عشان تستقبلينا، أنا هجيبهم واجي بسرعة، مش هتأخر. يعني هم بخير بجد يا يوسف؟ طمنا الله يخليك. بإذن الله هيكونوا بخير، انتي بس قومي وسكتي أمي وادعوا لهم. سابهم ونزل جري بسرعة وراح المكان اللي فيه الجثث والناجين، وفضل يدور وسط الناس، لكنه للأسف ملقاش حد منهم. دخل يوسف في المكان اللي فيه الجثث، وكانت كلها على الأرض جنب بعض، وكانت متغطية بغطا أبيض ووشهم بس اللي مكشوف. فضل يتنقل بين الجثث ويدور، ورجليه كانت بتترعش من هول المنظر. كان بيمشي بخطوات تقيلة. وقف مرة واحدة قدام جثة وحط ايده على بقه وهو بيعيط. رجليه ما كانتش شايلاه وقعد على الأرض. كانت جثة عمه مجدي. دقايق فضلها يوسف في حالة صدمة، وفي الآخر ابتدى يقوم ويجر في نفسه بالعافية ناحية الجثة لغاية ما وصل عنده. فضل يحضنه ويبكي بحرقة ويصرخ: سبتني ليه يا عم مجدي؟ سبتني ليه دلوقتي؟ لسه في حاجات كتير كنت عايزة اتعلمها منك، سبتني ليه قبل ما تعلمها لي؟ انت معلمتنيش اعرف اعيش ازاي لوحدي من غيرك، معلمتنيش اقف لوحدي من غير ما تكون في ظهري واتحمى فيك، معلمتنيش. انا دلوقتي بس اللي بقيت يتيم الاب. يابا، ما تسيبنيش، ما تسيبنيش، ما تسيبنيش يابا مجدي، قوم قوم يا حبيبي قوم. وبعد فترة قضاها يوسف في نحيب ونواح، استوعب ان خلاص عمه مجدي مش هيقوم تاني ولا هيرد عليه مهما صرخ. وقام وفضل يدور على ام شيماء وسط الجثث، لكنه ملقاهاش. خرج بره وفضل مستني على الشط، وكل ما الطيارات الهليكوبتر تنزل جثة يجري عليها، لكن ما يلقاهاش فيها. الليل دخل عليه ولسه ام شيماء ما ظهرتش، والمسؤولين طلبوا من الأهالي دفن الجثث عشان ما تتحللش من الجو، وإن مفيش ركاب تاني بعد المدة دي كلها هتطلع على قيد الحياة، والفاضلين هيكونوا أموات بالتأكيد. فيوسف استسلم لليأس وأخد عم مجدي وجاب عربية بالأجرة وطلع بيه عشان يدفنه. شيماء طول الوقت ده كانت بترن عليه كل دقيقة تقريبا وهو مش راضي يرد عليها. كانت حرفيا بتموت في البيت، كانت بتموت وهي بتتابع الأخبار لحظة بلحظة وبتشوف البث المباشر، وحتى شافت يوسف وسط الناس اللي هناك في أكتر من لقطة. وستات الحارة كلها من ساعة ما سمعوا الخبر وهم متجمعين حواليها وقاعدين معاها وبيدعوا لها إن أهلها يرجعوا لها بالسلامة. وأخيرا بعد عذاب يوسف رد عليها: أيوة يا شيماء. شيماء لسه هتتكلم بس يوسف قاطعها وقال لها: أنا جايب عم مجدي وجاي في الطريق. وقفل على طول قبل ما شيماء تسأله عن أي حاجة، لكن قفلته للخط دي ما منعهاش من السؤال برضه: طب وماما يا يوسف؟ ماما فين؟ ألو أيوة يا يوسف رد عليا، ماما ما جاتش معاك ليه يا يوسف؟ فضلت تتنطط في مكانها وهي بتصرخ، مرة باسمه ومرة باسم أمها، لغاية ما وقعت من طولها مرة تانية، والستات كلهم اتلموا عليها. وبعد شوية شيماء فاقت وسمعت صويت في الحتة، قامت بضعف وراحت بصت من الشباك، لقت الناس شايلين جثة ويوسف معاهم وطالعين بيها ناحية بيتهم. عرفت إن دي جثة أبوها واغمى عليها للمرة التانية. يوسف دخل بعم مجدي والناس ابتدوا يحضروا في تجهيز الجثة، ويوسف كان قلبه بيتأثر من الألم
وقال للكل ان مرات عم مجدي لسه ما لقوهاش، وانه هيدفن عم مجدي ويروح تاني يدور عليها. حزن خيم على الحارة كلها، كبير وصغير، كلهم كانوا زعلانين على الراجل الكمل ومراته الطيبة اللي عمرهم ما زعلوا حد منهم في يوم. اما يوسف فكان له نصيب الاسد من الحزن، وراح يفوق في شيماء اللي ما بترضاش تفوق عشان تودع باباها. فقت اخيرا شيماء ودخلت عند باباها، واتنين ستات مسندينها حضنته وفضلت تبوس فيه وتعيط وهي بتعاتب فيه. ليه يا بابا؟ ليه سبتني ولمين؟ ده انا مفيش غيرك. وفين ماما؟ سبتها ليه ما مسكتوش ايدين بعض زي ما طول عمركم مع بعض؟ ليه سابتك وسبتها وهي فينها؟ هي فين يا بابا؟ لما ترجع هقول لها سبتي ايد بابا ليه وسبتوني انتوا الاتنين ليه؟ فضلت تهز في باباها عشان يقوم وهي مش مصدقه انه مات. قوم يا بابا قوم، ما تسيبنيش لوحدي، ارجوك قوم عشان خاطري. بعد شويه الناس سحبت شيماء بره الاوضه وكفنوا الجثه، وهم طالعين بشيماء مسكت في النعش وهي بتصرخ: لا 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 ما تاخدهوش، لا هو نايم وهيصحى دلوقتي، هو بس تعبان من السفر بس هيقوم دلوقتي، انا عارفه هو مش هيسيبني لوحدي، انا وهو هنفضل مستنيين ماما لما تيجي هي كمان وهترجع لنا. الستات شدوها ويوسف شال النعش مع الرجاله وخرج. وهو خارج شيماء صرخت فيه: موديه فين يا يوسف؟ ما تدفنهوش، بابا حي وهيقوم دلوقتي. وفضلت تصرخ لغاية ما غابوا عن عينيها وأغمى عليها تاني. يوسف فضل طول الطريق يبكي هو كمان، لأنه خسر أحن واحد عليه في الدنيا دي، خسر الأب والأخ والصاحب. فضل يبكي لدرجة إن ما بقاش شايف من عينيه كويس. دفن عم مجدي وطلع تاني على مكان انتشال الجثث. فضل موجود هناك 3 أيام لغاية ما فرق البحث أعلنوا توقفهم عن البحث، وإن باقي الضحايا يعتبروا مفقودين داخل البحر، وإن الأسماك أكيد التهمت الجثث بتاعتهم. رجع تاني يوسف وهو مش عارف هيقول إيه لشيماء ولا هيواسيها إزاي، وهو أصلا محتاج اللي يواسيه أكتر منها. أما في القاهرة في بيت عدوي، الكنو كان نازل ضرب في بكر بدون وعي لغاية ما كسر له دراعه، ولولا إن أبوه اتدخل وخلصه من إيديه كان هيخلص عليه خالص. العدوي قال: انت اتهبلت؟ هتموت اخوك عشان حته بنت ما تسواش 3 ابيض؟ ماسك فيها ليه يا بارد؟ من قله البنات ولا الحريم؟ فوق يا ولد، ده انت الكنو كبير المنطقه، هو بناتها وستاتها كلهم رهن اشارتك، تبهدلك حته بنت معفنه ما تسواش. الكنو هجم على ابوه ومسكه من هدومه وصرخ فيه: ما تتكلمش على فكه كده، انت فاهم؟ وابنك ده هخلص لك عليه دلوقتي او بعدين، هخلص عليه. وفضل يضرب بكر برجليه ودخل البيت وفضل يكسر في كل حاجه فيه. ومرات ابوه استخبت تحت السرير من الخوف عشان عمرها ما شافت الكنو في الحاله دي، حتى في اشد حالات غضبه. الكنو بعد ما كسر البيت كله دخل اوضه فكه وفضل يلف فيها ويكلم نفسه: يعني ايه؟ يعني فكه ضاعت مني؟ مش هشوفها تاني؟ ليه كده يا فكه؟ ليه تهربي مني؟ ده انا بحبك وقلت لك هخليكي اسعد واحده في الدنيا كلها. يا فكه يا بنت الكلب، بس الاقيكي وطولك ايدي مره تانية. وساب الاوضه وخرج بسرعه. فكه نزلت من القطر وفضلت تلف في الشوارع ومش عارفه تروح فين، لغايه ما تعبت وجاعت راحت مطعم جابت اكل وقعدت تاكل على الرصيف وتتفرج على رايح واللي جاي، وهي جايبه الرابطه من وشها جامد عشان لو حد شافها يعرفها ما يتاكدش انها هي. وفضلت لغايه ما الليل ليل. قامت وفضلت تلف ودخلت مدخل عماره ونامت في بير السلم. ما حستش بنفسها الا الصبح لما فتحت عينيها ولقت واحد واقف فوق دماغها. قامت مخضوضه